أنا أقول لك اللي يزعل يزعل. الدوري السعودي أقوى دوري موجود في دول الخليج وفي العالم العربي. حكاية 6 سنين من تفوق الأندية المصرية على الأندية السعودية. داخل منطقة التسديد محاولة مرور كهرباء عرضية القائم الثاني كرة بالراس. السؤال اللي عايز حد يجاوبني عليه في البداية، آخر 6 سنين اذكر لي فريق سعودي واحد تفوق على فريق مصري. الله عليك، جبتها منين وشطها منين؟ رغم دوري روشن السعودي ورونالدو وبنزيما وفيرمينو وكل الرجالة اللي تسد عين الشمس دي، كريستيانو ياني منك بالرأسة، ياني منك بالرأسة السعودي، ياني منك يانو يا كريستيانو. لسه مش عارف ترد عليا؟ طيب تعالى وانا هقولك الحقيقة. يا إلهي، أي حارس هذا، أي شخصية هذا، أي قوة هنا، أي تعلق للشناوي. من سنة 2019 لحد النهاردة المواجهات بين الكرة المصرية والسعودية 6 ماتشات في ال6 سنين، والنتيجة ولا فوز سعودي واحد، 4 هزائم وتعادلين. لملوك الكرة يسجلون الهدف. الضربة الأولى ليست من الأهلي، لا، هي من بيراميدز، هي من بيراميدز. إذن يسرق اللحظة، يسرق اللحظة المهاجم فيستون مايلي. أحب كل مشاهدينا العرب طبعا بالدوري السعودي، فكرة أن الدوري السعودي هو الأقوى عربيا هذه تجاوزناها، خلصنا، هذه معروفة من زمان. خلنا نكون واضحين يا أخي. بس الناس تزعل محمد. يا عمي اللي يزعل يزعل. تعال شوف بالأرقام. الزمالك والهلال، فوز للزمالك 2-1 ومرة تعادل. الأهلي والهلال، فوز كاسح للأهلي 4-0. للتاريخ، لرمز التاريخ، للنادي الأهلي كبير العرب وأفريقيا. الله الله الله، دقيقة من تلت شمال. الزمالك والنصر تعادل 1-1. مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها رسميا في الطائف. يا ولد يا غسلان يا كونان مع الكرة، كونان يلعب العرضية والتعادل من رونالدو، والتعادل من رونالدو في الدقيقة 87. الأهلي واتحاد جدة، فوز الأهلي 3-1. بيراميدز وأهلي جدة، فوز بيراميدز 3-1. تقاطع على هذه الكرة، سرعة مبهرة والآن يا الله، أحمد الشناوي يصنع فرصة هدف ثاني لبيراميدز. الحارس يضرب خطوط الأهلي. الفرق المصرية سجلت 14 جول والسعوديين 5 بس. والملاحظة المهمة بقى، كل الماتشات دي كانت رسمية، و4 منهم اتلعبوا في السعودية والباقي في أرض محايدة، ولا واحدة في مصر. أما لو كانت في القاهرة كانت عمل فيكوا إيه يا طال عمره؟ كمان واحد، كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى، ده كمان واحد، كفاية بقى، ده كمان واحد. ترى على فكرة حتى لو لعب عشان تكون ترتاح يا محمد، عشان بروح فاصل وارتاح. لا حتى لو تكون ترتاح يا محمد، لو لعب النصر مع اي فريق، مع كامل احترام للفرق المصرية، لو لعب النصر او الاتحاد
الان في وضعهم الحالي، ان كان الاتحاد اكثر شويه افضل من النصر، الوضع الحالي في الاتحاد افضل. لو لعب الاتحاد او الهلال الان مع فرق من الفرق المصريه، الجمله لك فنيا ما اتوقع، طبعا هذا كله باراده الله، لكن فنيا افضل منهم. والله ماني داري ابتدي بايش ولا بايش ولا بايش. يعني حتى انت يا بيراميدز حتى بيراميدز الاهلي المصري مشيناها، الزمالك تنبلع، بس صار بيراميدز بعد. يعني هذا ملعب جده، ايش سالفه ملعب جده؟ ملعب الانماط ايش قصته؟